السلام عليكم. شاهدوا معنا هذا المحلل الذي يقول أن الجزائر تستطيع السيطرة على المتوسط وليس على مضيق طارق فقط. تابعوا معنا باقي التفاصيل في الفيديو. سيد عمر، مرحبا بك معنا. كما تابعت في صدر هذا الخبر، قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق البحر المتوسط، مضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى إذا لم توقف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الحرب في قطاع غزة. هل الإغلاقات ممكنة دفعة واحدة أم هو مجرد ورقة ضغط ليس إلا برأيك؟ مساء الخير عليك مساء وعلى النور. السادة مشاهدين سكاي نيوز عربية. في الحقيقة إغلاق مجموعة من الممرات الملاحية في وقت واحد ده من الأشياء الصعبة جدا. مم. لأن إيران ما تقدرش تتحكم في إغلاق مضيق زي ما ذكروا، مضيق جبل طارق وإغلاق البحر الأبيض المتوسط. إذا كانت هي بتقدر تتحكم في إغلاق مضيق باب المندب أو مساعدة الحوثيين في مضيق باب المندب، لكن هي لا تستطيع التحكم في مضيق زي جبل طارق أو مضايق أخرى بعيدة كل البعد عن مدى المسيرات، لأن احنا عارفين المسيرات الإيرانية عامة. المسيرة الإيرانية مداها حوالي 2000 كيلو متر فقط، اللي هي بتعني حوالي 1100 ميل بحري مهم. فقط. فأنا لا أعتقد إن هم قادرين على إغلاق جميع الممرات الملاحية في نفس الوقت، وما أعتقدش إن دول العالم بالكامل تسمح طيب، ولكن بهذا القائد الوضع. ده الإيراني، شيء سيد مضر. عمر، اسمح لي على المقاطعة، ولكن القائد الإيراني يستند على إمكانية ظهور قوى مقاومة جديدة قد تصل حتى إلى مضيق جبل طارق. هل يبدو أن هذا منطقيا برأيك؟ انا ما اعتقدش ان هم عندهم قوه جديده. ده بالنسبه لايران ما عندهاش قوه جديده، لان في البحر المتوسط القوه اللي موجوده لايران في البحر المتوسط هي القوه حزب الله في لبنان. مم. وانا لا اعتقد ان يكون في حاجه اقرب من ذلك الى مضيق جبل طارق. ده بالاضافه لان مضيق جبل طارق بتحميه قوتين كبار جدا المسؤولين عنه، وهي دولة أسبانيا والمملكة المتحدة. مهم. ده بالإضافة إلى دولة المغرب. مم. فأنا لا أعتقد أن هو يكون عنده هذه القوة إلا إذا كان في حاجة يعني غير مبينة إلى الآن، وأن هو هيستخدم قوة أخرى تكون قريبة من هذا المضيق، سواء من البحر المتوسط أو في الوجه الآخر من المحيط الأطلنطي. طيب، سيد عمرو، ولكن ما الآثار المحتملة برأيك لهذه التهديدات الإيرانية على حركة الملاحة التجارية حول العالم؟ الآن بدأنا نشهد بعض شركات الشحن تغير مساراتها، وبالتالي ما الآثار المترتبة حيال كل ذلك؟ الوضع القائم حاليا من تهديدات الحوثيين وضرب السفن وتهديدات الحوثيين عند مضيق باب المندب، والتهديدات الإيرانية أيضا، وعمليات القرصنة اللي بدأنا نشوف القرصنة الصومالية رجعت تاني. كل دي حاجات أدت حاليا إلى تغيير الكثير من السفن إلى مساراتها وخطوطها الملاحية المعتادة، ومحاولة الدوران حول رأس الرجاء الصالح. الموضوع ده مش بيضر فقط بحركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس فقط، ولكن هو بيضر بالاقتصاد العالمي وبيضر بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتموين. لأن بنقدر نشوف إن فترة الرحلات بتزيد بحوالي 11 ل 14 يوم، والتكاليف أصبحت تكاليف باهظة جدا، سواء تكاليف إيجارات الحاويات اللي أصبحت الحاوية ال40 قدم من الهند لإنجلترا أو لبريطانيا، كانت بتتكلف 2000 دولار، أصبحت دلوقتي 10000 دولار. فلحضرتك إنك تتخيل هذا الحجم الهائل من التضخم اللي ممكن يحصل في أسعار السلع، ليس فقط في الدول الأوروبية ولكن في الدول الأوروبية والأمريكتين وجميع سلاسل الإمداد والتموين. سوف يحدث لها ارتباك في الفترة المقبلة إذا ما استمر هذا الوضع. ده بالإضافة للضرر المباشر اللي بيقع على طيب. المصدر أيضا وليس المستورد، لأن تجارة الصين بالكامل لأوروبا والأمريكتين ودول البحر الأبيض المتوسط
كلها هتبتدي تتأثر بهذه الأعمال. هل ثمة بدائل ممكنة لحماية ربما هذه السفن البضائع وغيرها؟ هل هناك أي طرق أكثر فعالية من التي هي عليها الآن؟ الواضح الآن أن التوجهات لتفعيل قوة بحرية مشتركة ما بين الدول، ده كان في اليومين السابقين تفعيل القوة 153 أو غيرها من دول مشتركة كتير. الدول دي حاليا وصلت 10 دول، وأعتقد أن تم انسحاب فرنسا النهاردة من هذه القوة، وأعتقد أن في دول أخرى بتنسحب. وبالتالي زي ما قال السيد وزير الخارجية المصري إن الدول المشاطئة فقط للبحر الأحمر هي اللي عليها إنها تتحكم في حركة وحرية الملاحة، وبالتالي اللي يقدر يتحكم ويعتمد عليه في حرية الملاحة هي هذه مجموعة الدول المشاطئة فقط، وليس أي دول أخرى موجودة حاليا سواء بمضيق باب المندب أو في جنوب البحر الأحمر أو في بحر العرب زي ما هو موجود، ولكن هي الدول المشاطئة فقط هي اللي يحق لها الحرية. فأعتقد ولكن أستاذ عمر كما تعلم أن هذه الدول المشاطئة لم تشارك في هذه القوة البحرية حارس الازدهار، وبالتالي هل نتوقع أن تتوسع هذه الحرب التي يخشى منها العالم، حرب تتوسع من غزة إلى دول إقليمية؟ يعني هل تعتقد بأنه هذه القوة ستزيد الحرب ولن تكون عامل في إرسال الاستقرار؟ ده بالتأكيد، لأن هذا الوضع سوف يستمر إذا لم تجد الدول جميعا طريقة للحل الوحيد من وجهة نظر الفلسطينيين، وهو حل الدولتين زي ما بنقول، ووقف فوري لهذا العدوان من قبل سلطات الاحتلال وإدخال المساعدات الفورية إلى قطاع غزة. فإذا لم يتم هذه العمليات بشكل فوري، أعتقد أن هتطول مدة الحرب وتطول مدة إعاقة حركات الملاحة، وسنجد أن في مشاكل أكبر وأكبر، خاصة أن موسم الشتاء دخل، أسعار النفط بدأت تزيد، أسعار الغاز زادت بحوالي 14%، وده بيوجه كل الدول مش بس الدول الأوروبية إنها تحاول أن تلاقي ضغط ما على قوات الاحتلال لإنهاء فوري لهذا العدوان الغاشم. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عمر قطايا خبير النقل البحري، كنت معنا من